الحديث أيها الإخوة عن أصوات الموسيقى التي أصبح سماعها في المساجد متكررا، بل لا تكاد تخلو صلاة أو ركوع أو سجود من سماع هذه الموسيقى. أين حرمة المساجد؟ أين مكانتها في قلوبنا؟ أين مراعاتنا لحقوق إخواننا المصلين؟ أين تقوانا لله عز وجل؟ أين تعظيمنا لشعائر الله جل وعلا إذا كانت حالنا بهذه الصفة في أمر متكرر، مع أن كل من يحمل هاتف الجوال يستطيع كل مرة يدخل فيها المساجد أن يغلق جواله أو أن يجعله على الوضع الصامت، لكن كثير من الناس أصبح لا يبالي ولا يكترث بهذا الأمر، وأصبح المصلون وبشكل مستمر يسمعون الموسيقى وهم سجود وهم ركع وهم في صلاتهم وهم في دعائهم وهم في تسبيحهم، بينما المسبح والذاكر لله تبارك وتعالى وإذا بهذا الصوت الصاخب العالي يضرب هنا وهناك داخل المساجد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المصلون لهم احترام، إذا كان لا يجوز داخل المسجد أن ترفع صوتك بالقرآن على أخيك، فكيف بهذه الأصوات السيئة المنكرة؟ فالأمر أيها الإخوة الكرام أمر في غاية الإيلام، أمر مؤسف للغاية، وهذا يدل على ضعف الإيمان وضعف الاحترام لبيوت الله تبارك وتعالى ومراعاة الحرمة لها.